قائد الجيش الجزائري على أن العدو الوحيد هو العدو المغربي، عندما يقول رئيس الجمهورية الجزائرية مع كامل احترام المحفوظ له بأن نحن ما عندنا مشكل نفتحوا صفحة جديدة مع فرنسا ومع اسبانيا إلا المغرب، لا نقبل لا علاقة ولا وساطة ولا. من أين أتى هذا التشنج؟ هذه علاقة الجوار، هذه علاقة الأخوة. نحن قدرنا في هذه. إخواني أخواتي، أسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في قناتنا الفتية، قناة جديدة. نتمنى أنكم بالدعم ديالكم أننا نعرفوا بهذه القناة اللي هي مازال في البداية ديالها، فتنتظر منكم الدعم والمساندة حتى أنها توصل أكبر عدد من المتتبعين المغاربة أينما كانوا ووجدوا داخل الوطن وخارجه. هذه القناة اللي الهم ديالها هو الدفاع عن المغرب بشتى الطرق، فكما كتعرفوا فصانعي المحتوى فالكلمة ديالهم كتصيب النظام الجزائري المعتدي، كتصيب يعني الخصوم ديالهم وكتحرجهم. فالكلمة لأن المغاربة كيهضروا عن قضية، فالمغرب ما كيهضرش من فراغ، عكس الجزائري لما كيهضر على الجزائر فهو كيهضر من فراغ. المغاربة كيهضروا من واقع كيعيشوه، هو أن الجزائر تسعى جاهدة إلى تقسيم المغرب عن صحرائه، وهذا ما هذا الشيء اللي هو بعيد المنال وما غاديش يمكن لهم يحققوه، لأن المغرب قوة عريقة في القدم منذ القدم، فمجموعة من الإمبراطوريات ما استطاعت أن تهزم المغرب. ففي الوقت اللي الإمبراطورية العثمانية دخلت جميع الدول العربية تقريبا وجات حتى الجزائر ووقفت، ما استطاعت أنها تدخل المغرب. هنا كيبين على أن المغرب دولة قوية منذ القدم وليس اليوم. فكذلك المعارك اللي خاضها المغرب مع الإسبان، فكتذكروا معركة الملوك الثلاثة اللي في الحقيقة انهزمت فيها فرنسا والبرتغال هنا بالمغرب، في هذه المعركة اللي يعني كانت سميت بمعركة الملوك الثلاثة اللي انتصروا فيها المغاربة. معركة واد المخازن، كذلك معركة أنوال، كذلك مجموعة من المعارك اللي خاضوها المغاربة منذ التاريخ، وعرف عن المغاربة الشهامة، وعرف عن المغاربة الرجولة والكرم، ويعني مجموعة من الصفات الحميدة اللي تعرف بها المغرب. فالمغاربة كما كتعرفوا أنه تحت الاستعمار لم يطل مقامه هنا بالمغرب، ذلك لشراسة يعني المقاومة. فالمقاومة هنا بالمغرب كانت شرسة، حتى أن دول أوروبية تكلمت على شراسة المقاومون المغاربة، والدليل على ذلك هو أن الاستعمار لم يدم طويلا، كان من 1912 وانتهى في 1956، على عكس دول اللي هنا في الجوار اللي امتد الاستعمار ديالهم أكثر من قرن من الزمن. فالحمد لله المغرب برجاله وبقوته المسلحة اللي كنوجه لها التحية، عاشت المملكة المغربية وعاش الملك ولا عاش من خانه ولا عزاء للحاقدين. خواتاتي غنخليكم تشوفوا هاد الحلقة اللي من خلالها واحد القناة عربية استضافت واحد الأستاذ اللي هو برلماني سابق مغربي وفقيه جزائري، إمام جزائري متشنج، ما كيعطي واحد الصورة سيئة للدين وللفقه في الجزائر. فالمقدم البرنامج قال لي يا سيدي انت زعما امام مسجد، خاصك تدعو بالتي هي احسن وتدعو الى الصلح ونبذ الكراهيه. هذا الشيء عكس ما كنشوفوا فيك، فانت تدعو الى العنف والعنف المضاد. فهنا المغربي كيقول لي على ان الجزائر هي دوله ظالمه تريد تقسيم المغرب، وهنا كيتشنج وكيتعصب الضيف الجزائري وكيقول له على ان المغرب لا ثقه في المغرب، وان المغرب ما مضمونش الثقه ديالو، وان المغرب كيعتدي على الجزائر من تحت الطاوله، وحنا كنديروا داكشي على العلن.
قال ليه المغربي على ان خويا بشويه عليك، ونتكلموا قال لي واش المغرب كيدعم حركات القبائل، واش المغرب كيدعم الحركات الانفصاليه داخل الجزائر، واش المغرب كيمد بالمال والسلاح والعتاد جبهه الانقاذ او كذلك القبائل. قال له هذا الشيء المغرب ما كيديروش، المغرب اليد ديالو ممدوده. وكيقول لي الضيف الجزائري متعصب غير بوحدو ومتشنج غير راسو، كيقول لي لا وحنا والجزائر وهذا والمغرب لا غدار وهذا. خلى الضيف ديال القناه انه غير كيشوف وكيتعجب. نخليكم تشوفوا هذا الحوار، ما نحرقش المراحل، نخليكم تشوفوا هذا الحوار الشيق. ولكن قبل ذلك اخواني اخواتي ما تنساوش انكم تدعمونا بالاشتراك في القناه وكذلك بالضغط على زر الاعجاب. ما تنساوش كذلك تخلوا لنا الاراء ديالكم في القناه. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. عندما يتكلم قائد الجيش الجزائري على أن العدو الوحيد هو العدو المغربي، عندما يقول رئيس الجمهورية الجزائرية مع كامل احترام المحفوظ له بأن نحن ما عندنا مشكل نفتحوا صفحة جديدة مع فرنسا ومع اسبانيا إلا المغرب، لا نقبل لا علاقة ولا وساطة من أين أتى هذا التشنج؟ هذه علاقة الجوار، هذه علاقة الأخوة. نحن قدرنا في هذه المنطقة أن نعيش على الأقل كان على الأقل على النظام الجزائري أن لا يورث وأن لا يجعل هذه الخصومة وهذه العداوة مستمرة. الآن النظام الجزائري بإعلامه بمؤسساته بتعليمه بمناهجه التعليمية يورث للأسف الشديد هذه العداوة وهذه الأحقاد. والمغرب ماذا يفعل؟ المغرب ماذا يفعل؟ إطلاقا أتحداك. كيف إطلاقا؟ رسمي وأن تجد أي إشارة لهذا الصراع. بالعكس لو سمح الوقت أقرأ عليك فقرات من كلام جلالة الملك اللي هو على السلطة، كله تودد للجزائر شعبا ونظاما وسلطات، كله. الحدود التي تفرق، يقول الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بيننا. نريدها جسورا تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر. نحث كمغاربة على مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربط بأشقائنا الجزائريين. هذا كلام جد. دعوة لأشقائنا في الجزائر للعمل كلام يا رجل من أجل بناء علاقة ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار. ما كاش أيوة الثقة، نحبسوا عند الثقة. اسمعني نحبسوا عند الثقة. ما كاش ثقة في المغرب، النظام المغربي ما كاينش ثقة. إذا مشكلتكم إذا كنت تعبر عن نظام الجزائري. لا التاريخ يقول ما كاينش ثقة في هذا الناس. التاريخ يقول بأن النظام المغربي لا ثقة فيه. يعني خلاص يعني الآن يعني لحظة هذه عقدتكم المزمنة. يعني الآن يا أخ نصر الدين رجعنا تقول التاريخ معناها الإخوة الجزائريين ونطمئن لوعودهم ولودهم. نحن ما عندناش مشكل، ما عندناش عقدة لا كنظام ولا كشعب. نحن نعتبر الجزائريين إخوة لنا أشقاء. جلالة الملك سمت قال نحن بلدين توأمين. كاينش كثر من هادشي. يعني يا نصر الدين اسمعني يا نصر الدين لحظة يا أخ علي يا لحظة أستاذ علي بالله يا أخ نصر الدين. يعني نحن نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل في الميدان في الأرض؟ أنا أقول لك يا أخ نصر الدين يا أخ علي لحظة بالله. لو عامل المغرب والجزائر بنفس المنطق، هناك حكومة معلنة في المنفذ منطقة القبائل كان يمكن أن يحتضنها ويدعمها، لم يفعل. لو كان المغرب يعامل الجزائر فعل لا، هي مقرها في فرنسا التي تعتبر قريبا وودودا للجزائر. لو كان يا رجل ممثل الأمم المتحدة تاع المغرب ألم يقل هذا؟ الإسلام جبهة إنقاذ إسلامية في الجزائر ويوفر لها ملاذا آمنا ويحارب بها الجزائر. لو كان حريصا المغرب حاول وما استطاع يا نصر الدين يا أخ نصر الدين بالله لحظة يا جماعة بالله لحظة. الكتلة البرلمانية جبهة إنقاذ أنا كنت طالبا في الجامعة وأتى زيارة المغرب وتم إبعاده من المطار باش حتى لا يسيء النظام الجزائري فهم الأمر. وكان هذاك المسلسل ديمقراطي. من لحظة من الذي أبعد؟ لحظة
من الذي أبعد من المطار؟ أنور هدام كان رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة الإسلام الإنقاذ الجزائرية بعد الانقلاب العسكري الذي أجهض المسلسل الديمقراطي الجزائري المشهود له بأنه مسلسل ديمقراطي نزيه وشفاف، ولم يقبل المغرب باحتضان أو إيواء الكتلة البرلمانية لجبهة الإسلام الإنقاذية حتى لا يفسد علاقته بالجزائر. لو كان المغرب حريصا على إيذاء الجزائر وعلى الدخول معها في هذه المناكفات، عنده عدة ملفات. أو غير ذلك. لكن يا نصر الدين بالله لحظة الآن يا نصر الدين، يا أخ نصر الدين، الآن بالله لحظة يا أخي علي، بالله لحظة قررنا نختم البرنامج. لحظة يا أخي علي، لحظة يا أخي علي. لم تطع بتاريخ ولا بدين ولا بعقيدة ولا بتغير الأحوال وأوضاع العالم. النظام الجزائري جامد في الحرب الباردة، وهذه هي المشكلة.